السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد مع حضراتكم. ماتش الأهلي والداخلية النهاردة من المباريات المؤجلة للنادي الأهلي في بطولة الدوري العام. فوز مهم للنادي الأهلي بيقربه من صدارة الدوري العام وخطف الصدارة من نادي بيراميدز اللي متصدرها لحد دلوقتي بشكل مؤقت، خصوصا إن النادي الأهلي له مباريات كتير مؤجلة، أهمها مباراة الزمالك اللي هتتلعب إن شاء الله يوم الثلاث اللي جاي. لكن يعني في غموض بالنسبة لموقف نادي الزمالك من لعب المباراة لحد دلوقتي بسبب الأحداث اللي حصلت في اللقاء الماضي بعد هزيمته 2-0، والجدل اللي أثير بسبب ضربة جزاء أحمد سيد زيزو. هل الكرة خط الجون ولا لأ؟ يعني كل دي حالات تحكيمية، ولكن كل الخبراء التحكيميين أكدوا إن كرة زيزو ما تخطتش خط المرمى بشكل نهائي. طيب بالنسبة لمباراة النهاردة، مارسيل كولر قدر ان هو ياخد الثلاث نقاط بأقل مجهود ممكن النهاردة، خصوصا ان فريق الداخلية يعني من الفرق اللي متواضعة نسبيا إلى حد ما في الدوري العام، بل إن هو من الثلاث فرق اللي هم مهددين بالهبوط هذا العام إلى الدوري الممتاز به. طيب النادي الاهلي النهارده قدر ياخد الثلاث نقط بالبدلاء عمرو السولية واحمد عبد القادر واكتر من لاعب النهارده، هم اللي قدروا يعملوا الفارق في الفريق بعد ما يعني تعادل فريق الداخليه في الشوط الثاني من ركله جزاء، عفوا في الشوط الاول من ركله جزاء كانت هتخلي النادي الاهلي يفقد نقطتين مهمتين في مشواره بالنسبة للدوري العام. رسالة لأحمد عبد القادر النهاردة. أحمد عبد القادر كانت الفرصة له النهاردة إن هو يقدر يثبت لعبه الجماعي مع زملائه، ولكن الفرصة النهاردة محققة كانت هتخلي النادي الأهلي يتقدم بالهدف الثالث، تريحه نسبيا، تخلي اللعب يمشي في اتجاه واحد. ولكن احمد عبد القادر اهدر انفراد النهارده كان يقدر يخلي الاهلي يفوز بثلاث اهداف مقابل هدف وحيد، ولكن احمد عبد القادر مصمم على اللعب الفردي، الترقيص بشكل زائد عن الحد. فرصه النهارده كان يقدر يثبت بيها ان هو موجود، ان هو يقدر يلعب جماعي مع زمايله. كان معاه النهارده موديست، وكان معاه امام عاشور في هجمه من الهجمات اللي كانت تقدر تخلص الماتش وتقتله بشكل نهائي في دقائقه الاخيره، واللي اثارت غضب مارسيل كولر النهارده. عمرو السولية طبعا لاعب لا غبار عليه، من اللاعبين ذات الخبرة، اللاعبين المؤثرين. النهاردة قدر يسجل هدف الفوز. طبعا خط وسط النادي الأهلي لا غنى عنه عن عمرو السولية. نادي الزمالك النهارده كمان فاز على فريق فاركو المتواضع نسبيا هو كمان بهدفين مقابل لا شيء، ولكن نادي الزمالك بعد نسبيا عن الصراع على بطولة الدوري العام هذا الموسم. النادي الاهلي لو فاز بكل الماتشات المؤجله له النهارده، المباريات اللي جايه هيقدر يتصدر الجدول بشكل مرتاح، وهيبقى الصراع ما بين الاهلي وبيراميدز على دوري نايل 2024. بنتمنى طبعا التوفيق لكل الفرق، نتمنى ان الكره المصريه تتطور اكتر واكتر. الماتشات اللي جايه صعبه بالنسبه للنادي الاهلي. ماتش يوم الثلاث اللي جاي هو ماتش الزمالك، هيكون ماتش فاصل في مصير النادي الاهلي بالنسبه لمباريات الدور الاول.